الله الرحمن الرحيم. أنا عز الدين عبد السلام محمد، مدير مصنع بورسعيد للصناعات الغذائية والمشروبات، واحدة من شركات أيمن شاهين، الجروب بتاع أيمن شاهين. المصنع بتاعنا الموقع بتاعه في بورسعيد، المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد. المصنع بتاعنا فيه 4 خطوط إنتاج. في خط بينتج الكيك بأنواعه، في خط تاني بينتج البسكت، هارد بسكت، سواء ستيكس أو كراكرز. الخط الثالث بينتج أنواع فشار المالح والحلو، والخط الرابع بينتج الشوكولاتة بأنواعها، وكل المنتجات اللي هي بتعادل المنتج التركي اللي كان بينزل مصر هنا. واحنا بحمد الله وصلنا بالجودة بتاعتنا ان احنا نعادل المنتج التركي، بل نتفوق عليه. وزي ما احنا شايفين معظم المنتجات بتاعتنا، احنا عندنا الفشار المالح 5 أصناف: الجبنة، البيتزا، الباربيكيو، الشطة والليمون، والملح طبعا. وعندنا الادد فاليو، نعتبر احنا الشركة الرائدة في ان احنا نعمل الفشار الحلو اللي هو المميز جدا. عندنا فشار الشوكولاتة، عندنا فشار التوفي بالشوكولاتة، عندنا بالفواكه المشكلة، والمميز جدا فشار الكراميل. ده يعتبر الأعلى مبيعا في معظم أنواع الفشار سواء الحلو أو المالح. خط الكيك الحمد لله رب العالمين، احنا أول ناس نعمل الدبل كيك بالباكجينج الشفاف ده. ده تحدي مننا كشركة بورسعيد أو مجموعة أيمن شاهين على العموم. ده تحدي إن المستهلك اللي بيستهلك المنتج بتاعنا شايف العبوة جوه، شايف المنتج جوه قبل ما يشتريه، مش بيفاجأ بالجودة بتاعته بعد ما يفتح أو بعد ما يدفع فلوسه. وده تحدي مننا بيمثل لنا عبء على الجودة بتاعتنا، بس ده تحدي احنا قبلناه وبنقدر من خلاله ان احنا ننافس بيه المنتجات المستورده من بره. والحمد لله رب العالمين قدرنا كمان ان احنا نصدر للخليج وبعض الدول الافريقيه. عندنا الانواع، عندنا البراونيز ده منتج مميز جدا، بينافس اي منتج جاي من بره. نمره 1 احنا في السوق المصري في انتاج البراونيز ده. عملنا منتج جديد، البراونيز بالكابتشينو، والكابتشينو بتاعنا بنستخدم فيه افخر انواع الكابتشينو، لان احنا نعتبر شركه رائده في استخدام القهوه والتعامل معها. بنعمل برايفت ليبل لبعض الشركات الزميله بتاعتنا. بنعمل برايفت ليبل لبعض العملاء الخارجيين. احنا جايين هنا المعرض عشان نعرض المنتجات بتاعتنا ونفتح اسواق جديده في افريقيا. المعرض ده يعتبر واعد، انا عارف كويس جدا ان في ناس كتيره جايه تشوف اخبار السوق المصري ايه. افريقيا مفتوحه دلوقتي على السوق المصري، عايزين ياخدوا منتجات مننا. احنا بننافس المنتجات التركيه في الوقت الحالي. قدرنا نغزو الخليج كبديل للمنتجات التركيه. احنا اقرب من تركيا لغرب افريقيا ووسط افريقيا، فبالتالي احنا عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا ننافس. ومن خلال المعرض ده ان شاء الله هنقدر يكون لنا تواجد في افريقيا اكتر واكتر ان شاء الله. احنا بننافس بقوه في المنتجات الفشار اللي هي الادد فاليو اللي هي الحلو. عندنا صنفين جداد جدا، دول يعني مش هقدر اكلمك عنهم دلوقتي عشان دول هينزلوا بحمله اعلانيه قويه. ان شاء الله باذن الله هيكون في منتج بينافس الكراميل بتاعنا بتيست مميز جدا. انا مش هقدر اقول التيست، انا اسف جدا، لكن هيبقى بتيست مميز جدا. الحمد لله رب العالمين اتعملت كل التجارب بتاعته واتخذت الموافقات الكامله عليه، اتعملت التحاليل وبقى اكزيست ابروفد، وهننزل بيه 2023 ان شاء الله. بالنسبه للكيك، احنا المنتجات الدبل عندنا 5 أصناف. احنا الخطه بتاعت 2023 ان احنا نرفع ال5 أصناف دول ل8 أصناف. عندنا الحشوات هتختلف كلها، هندخل الميكسد بيري، هندخل السينابون ابل، هندخل برضو اصناف انا مش هينفع اقولها دلوقتي عشان دي برضو يعني تعتبر من اسرار 2023 ان شاء الله.